عد وفري تصني فين ما ختلمعي عد صعري عدي انكو قلبي تشاع ترسي عدي وليلا هاجر صندوق قرسي عدي ورق قرسي عدي مع الأفا المشاهدون الأفاضل، أسعد الله أوقاتكم بكل خير وكل عام وأنتم بخير. في ماهلي أقدم لحضراتكم نشرة أخبار هذا المساء والمسهل بالعناوين. البلاد تحتفل بعيد الاستقلال 28. رؤساء إثيوبيا والصومال والإمارات العربية يهنئون بعيد الاستقلال. الشعب الإريتري يستقبل 24 من مايو بالبهجة والسرور. ترامب يتكهن باتفاق تجاري سريع مع الصين. القضاء الأمريكي يلاحق أسانج بموجب قوانين مكافحة التجسس. وأعاصير تقتل 3 أشخاص في ميزوري الأمريكية. السلام عليكم ورحمة الله. احتفلت البلاد بالذكرى 28 للاستقلال بحفل رسمي أقيم في استاد أسمرة اليوم 24 من مايو تحت شعار الثبات على الصمود للتنمية. وشهد الحفل عرض للمارشات العسكرية لأعضاء الدفعة 32 من الخدمة الوطنية، وعرض فني عكس صمود وتصدي الشعب الإريتري، وعروض للطلاب. وهنأ الرئيس إسياس أفورقي في الكلمة التي ألقاها الشعب الإريتري عامة، وأعرب عن الامتنان لجميع الذين وقفوا إلى جانب الشعب الإريتري إلى جانب الحقيقة والعدالة وعلى تضامنهم القيم. وقال: لقد واجه الشعب الإريتري خلال 50 عاما وهزم مكائد أعدائه الخارجيين، وأمن استقلاله وسيادته من خلال مكافحة النزاعات السياسية الداخلية المثيرة للانشقاق والسامة، وتصحيح المسيرة السياسية، معززا تماسكه السياسي باستمرار، وذلك نتاج صموده وقيمه. وحول مسيرة سنوات الاستقلال 28 أوضح الرئيس إسياس أفورقي: عندما شرع الشعب الإريتري في إعادة إعمار وطنه المدمر والذي حرره من خلال تضحيات غالية، واجه أعمال عدائية لا هوادة فيها تهدف إلى إخضاعه وإضعافه واحتجازه رهينة، ويهدف بهدف تحقيق هذه الغاية تم اختلاق النزاعات الحدودية التي لا معنى لها، وفرض عقوبات لا مبرر لها، وحملات عسكرية سافرة، ومؤامرات سياسية بحقه، إلى جانب المؤامرات التي تهدف لتدمير اقتصاده وجعله ضحية لجرائم الاتجار بالبشر، وكذلك الحرب النفسية والتخريب بهدف عزل إريتريا. وقد تم إحباط كل هذه المؤامرات بصمود الشعب الإريتري. وذكر بأنه يجب أن تكون مهامنا وأولوياتنا اليوم بالإضافة إلى المستقبل القريب هي ضمان مناخ مواتي وأساس للعصر الجديد. وقال الرئيس إسياس أفورقي: من أجل متابعة مساعي بناء أمتنا بخطى ثابتة والاستفادة من الزخم لتحقيق نمو سريع أكبر بزيادة الإنتاجية وزيادة الإنتاج وتنظيم مواردنا، والعمل بقوة لإرساء البنية التحتية للمياه وتوزيعها، وشبكة الطرق والسكك الحديدية والكابلات وخطوط أنابيب النفط والموانئ والسواحل وتوليد الطاقة وإمدادات الكهرباء والطرق والمواصلات والاتصالات المحلية والحديثة التي تتسم بالكفاءة والفعالية، والنقل البري والسكك الحديدية والنقل البحري والجوي والاتصالات، ومشاريع الإسكان وخدمات الصحة والتعليم والقطاع الصناعي، وضمان كفاءة وفعالية البرامج والشراكة الإقليمية والاستقرار. وقدم فخامته الشكر والامتنان للمواطنين ومنتسبي قوات الدفاع قيادة وأفرادا الذين يتفانون في العمل بدرجة عالية من نكران الذات وبدون مقابل يليق بما يقدمونه من تضحية وعمل ومثابرة. من جانبها أوضح مفوض الثقافة والرياضة السفير زمد تخلي أن المحتوى المعد لاحتفالات الاستقلال ارتكز على العمل الفني الذي يقوم به عدد كبير من الفنانين والكتاب والمبتكرين لعكس هويتنا، وشكر كافة المساهمين لحفاوة وحرارة الاحتفال. وصاحب الاحتفال الذي بث عبر إذاعة صوت الجماهير والفضائية الإريترية، وحضره كبار المسؤولين في الحكومة والجبهة وقادة الجيش ورجال الدين وأعضاء السلك الدبلوماسي في الدولة وآلاف المواطنين أمطار خريف مبشر. بعث رئيس وزراء جمهورية إثيوبيا الديمقراطية الاتحادية الدكتور
أبي أحمد ورئيس جمهورية الصومال محمد عبد الله محمد ورئيس دولة الإمارات العربية المتحدة خليفة بن زايد آل نهيان ورئيس روسيا الاتحادية فلاديمير بوتين ورئيس الولايات المتحدة الأمريكية دونالد ترامب ورئيس جمهورية غينيا البروفيسور ألفا كوندي ببرقيات تهاني للشعب الإرثي وحكومته بالذكرى 28 للاستقلال. كما بعث مهنئا نائب رئيس وزراء دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم وولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان. وأعرب الرؤساء عن تمنياتهم بدوام الصحة للرئيس أفورقي والسلام والازدهار لإريتريا وشعبها. وقال رئيس الوزراء أبي أحمد في البرقية التي بعثها باسمه واسم حكومته إن اتفاق السلام والصداقة الموقع بين البلدين بشر بعهد جديد في العلاقات الثنائية، وإن الزيارات المتبادلة التي جرت السنة الماضية تؤكد الرغبة لتطوير وتمتين العلاقات، وأعرب عن ثقته لارتقاء هذه العلاقات إلى أعلى مستوى بما يدفع المصلحة المشتركة للبلدين والشعبين. وقد وجهت رئيسة جمهورية إثيوبيا الديمقراطية الفيدرالية سهلة ورق زوده برسالة مماثلة. وأوضح رئيس جمهورية الصومال السيد محمد عبد الله محمد بأن أهمية تطوير العلاقات التاريخية الصومالية الإريترية تتجاوز البلدين، مؤكدا على العمل لتعزيز الجهود التي بدأت. وقال رئيس جمهورية غينيا البروفيسور ألفا كوندي إن دور فخامة الرئيس أفورقي لإحلال السلام والاستقرار في منطقة القرن الإفريقي له اعتبار كبير، مؤكدا على رغبته وجاهزيته لتطوير علاقة بلاده بإريتريا. كما بعث السيد رومانو برودي الذي عمل بداية من عام 1996 وحتى 98 ومن 2006 وحتى 2008 لفترتين رئيسا لوزراء جمهورية إيطاليا، ومن عام 1999 وحتى 2004 رئيسا لمفوضية الاتحاد الأوروبي، بعث ببرقية تهنئة للشعب والحكومة الإريترية بمناسبة الذكرى 28 لعيد الاستقلال. وبعث حزب المؤتمر الوطني الإفريقي الحاكم في جنوب إفريقيا ببرقية تهنئة موضحا عن الاعتزاز لتهنئة قيادة وشعب إريتريا بعيد استقلاله 28 في الوقت الذي تهب فيه رياح السلام في منطقة القرن الإفريقي. استقبل الشعب الإريتري يوم 24 من مايو يوم استقلاله وثمر صموده وتضحياته بالفرح والسرور والبهجة، رافعا شعار المثابرة على الصمود للتنمية. وأمضى عشرات الآلاف من المواطنين أمسيتهم في الرقص العام في شوارع مدينة أسمر المزينة بالأنوار، وأعربوا عن الفرحة بالزخاريط والتصفيق المصحوب بالألعاب النارية بحلول منتصف الليل. وقال المحتفلون بأن الاستقلال هبة الشهداء، وإن عطاءنا للشهداء بناء إريتريا المزدهرة التي يعمها السلام والعدالة الاجتماعية. ويتطلب في العهد الجديد الانطلاق للعمل بقوة وروح جديدة. وقد تم في الساعة 6 من صباح اليوم إطلاق 21 قذيفة مدفعية على شرف 24 من مايو. نظم إقليم جنوب البحر الأحمر احتفالا بهيجا يوم أمس 23 من مايو بذكرى يوم الاستقلال في مدينة عصب تحت شعار الثبات على الصمود للتنمية. وجرت مختلف البرامج الفنية والعروض العسكرية في الاحتفال الذي حضره القائد القوات البحرية وقائد الجبهة الشرقية اللواء أحمد كاري وحاكم إقليم جنوب البحر الأحمر السفير محمد سعيد منتاي وسلطان رحيتة عبد القادر داود ومسؤولو أقسام الإقليم وقادة الجيش وعدد كبير من المواطنين. وقال السفير محمد سعيد منتاي في المناسبة إن احتفال هذه السنة استثنائي لمجيئه في مناخ السلام المبشر، مشيرا إلى أن يوم الاستقلال يحملنا المسؤولية لتوريث الأجيال القيم المبنية بتضحيات الخيرين. وأوضح العمل الموسع لضمان العدالة الاجتماعية باعتبارها أولى الأولويات. من جانبها أوضحت رئيسة لجنة الاحتفالات في الإقليم السيدة حواء محمد إن من المفخرة تجاوز الصعوبات والتحديات بالصمود والتصدي القوي للشعب والحكومة وبلوغ هذه المرحلة، وشكرت كافة المساهمين لحفاوة الاستقبال في جميع الأقاليم. وسيستمر الاحتفال بعيد الاستقلال في إقليم جنوب البحر الأحمر بالبرامج الفنية التي تنظم في راس جومبو حتى 26 من مايو. في سياق متصل احتفل إقليم عنسبة في 23 من مايو بمدينة كرم بالذكرى 28 للاستقلال على مستوى الإقليم، تدشينا للاحتفالات التي ظلت جارية على مستوى القرى والمديريات.
وفي الاحتفال الذي أقيم بحضور كبار المسؤولين في الحكومة وقادة الجيش ورجال الدين وآلاف المواطنين، ألقى حاكم إقليم عنسبة السيد علي محمود كلمة ضافية ذكر فيها الاستذكار واسترجاع قوال التضحيات في سبيل استحقاق الحرية والاستقلال والدفاع عنه. من جانبه ألقى مدير مدينة كرن السيد زرزق داويد كلمة أوضح فيها تجاوز الشعب الإريتري تحديات المرحلة السابقة، داعيا لتقوية العمل للتنمية والإعمار في المرحلة الحالية. وقدمت في المناسبة الجوائز للفائزين في الأنشطة الرياضية المنظمة في مدينة كرن بمناسبة يوم الاستقلال. وقام سكان إقليم عنسبة الحفلات والمآدب العامة احتفاء بيوم الاستقلال، وشهد الاحتفال عروض فنية عكست تراث وقيم الشعب الإريتري ونضالاته التي خاضها في سبيل الحرية والانعتاق. كما احتفل الإريتريون المقيمون في جدة وضواحيها بالمملكة العربية السعودية ولندن وأونتاريو الكندية بذكرى الاستقلال. واحتفلت الجالية الإريترية في جدة بعيد الاستقلال بحضور أعضاء السفارة الإريترية، حيث ألقى قنصل إريتريا السيد صالح عثمان سبه كلمة هنأ فيها الشعب الإريتري عامة بالمناسبة، وقال إن الانتصار السياسي والاقتصادي والدبلوماسي يجب دعمه بالتنمية. وشهد الحفل عروض فنية لطلاب مدارس الجالية. واحتفل الإريتريون في لندن وأونتاريو الكندية بعيد الاستقلال في 19 من مايو. وأوضح رئيس الجالية السيد سهل رداء أن احتفال هذا العام يأتي والشعب الإريتري يحقق الانتصارات الدبلوماسية الكبيرة. وهنأ المسؤولون الكنديون ضيوف الحفل شعب وحكومة إريتريا بالمناسبة، معربين عن تقديرهم لتماسك الجالية الإريترية في كندا عامة ولندن على وجه الخصوص. وقدم الإريتريون في بريطانيا في البرنامج الخاص الذي نظموه بمناسبة ذكرى الاستقلال التهنئة والدعم لشعب وحكومة إريتريا. وأوضح المواطنون بأن الشعب الإريتري له التجلة والإكبار لحماية وطنه بصموده ووصوله عهد السلام والتنمية، وأكدوا الاستعداد للإيفاء بكل المتطلبات. ويحتفل الإريتريون المقيمون في مدن لندن ومانشستر وبرمنغهام وشيفيلد ونوتنغهام وليدز وكوفنتري ونيوكاسل بعيد الاستقلال من 18 وحتى 25 من مايو. في غضون ذلك عقد سفير إريتريا في جنوب إفريقيا ومنطقة الجنوب الإفريقي سيمينارا للإريتريين في زامبيا حول الأوضاع في البلاد. نتوقف مع فاصل قصير ونعود لمواصلة الأخبار. تكهن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بنهاية سريعة للحرب التجارية المستمرة مع الصين، بالرغم من أنه من غير المقرر عقد أي محادثات على مستوى عال بين البلدين منذ أن انتهت الجولة السابقة من المفاوضات في واشنطن قبل أسبوعين. وقال ترامب في تعليقات أدلى بها إنها تحدث سريعا، وأظن أن الأمور من المرجح أن تحدث مع الصين سريعا، لأنني لا يمكنني أن أتصور أنهم يمكن أن يبتهجوا بمغادرة آلاف الشركات لشواطئهم إلى أماكن أخرى على حد تعبيره، ولم يقدم أي أدلة على مثل هذا النزوح. وقال ترامب أيضا إنه سيجتمع مع الرئيس الصيني شي جينغ بينغ عندما يحضران قمة مجموعة ال20 الشهر القادم في اليابان. وألقى كل من البلدين باللوم على الآخر في انهيار المحادثات التي كانت تهدف إلى إنهاء التوترات التجارية بين أكبر اقتصادين في العالم، وتخللتها رسوم جمركية متبادلة بين البلدين. وجه القضاء الأمريكي اتهامات إلى مؤسس موقع ويكيليكس جوليان أسانج بموجب قوانين مكافحة التجسس، ما أثار على الفور غضب المدافعين عن حرية الصحافة. وتتهم الولايات المتحدة أسانج خصوصا بتعريض بعض مصادرها للخطر بنشره في 2010 حوالي 750 ألف وثيقة عسكرية ودبلوماسية سرية للغاية على موقع ويكيليكس. كما تتهم أسانج الأسترالي الذي لجأ في العام 2012 إلى سفارة الإكوادور في لندن وظل فيها لغاية 11 من إبريل الماضي، حين اعتقلته الشرطة البريطانية بعد سحب كيتو حق اللجوء منه بالتآمر مع محللة عسكرية سابقة كانت مصدر هذه التسريبات غير المسبوقة. وأعلنت وزارة خارجية الإكوادور أن الأغراض الشخصية لمؤسس ويكيليكس التي تمت مصادرتها في السفارة في لندن أرسلت إلى نيابة كيتو لفحصها. وكانت الوزارة ذكرت أن النيابة ستقرر بعد ذلك ما إذا كانت ستسلمها إلى القضاء الأمريكي الذي يريد
تسلم أسانج. قال مسؤولون إن أعاصير أودت بحياة 3 أشخاص على الأقل في جنوب غربي ولاية ميزوري الأمريكية واجتاحت عاصمة الولاية، وإن فرق الإنقاذ في مدينة جيفرسون ظلت تبحث حتى الصباح عن مصابين. وذكرت الهيئة الوطنية للأرصاد إن إعصارا هائلا اجتاح القسم الجنوبي الشرقي من مدينة جيفرسون وألحق أضرارا بمبان وأسقط الأشجار وخطوط الكهرباء وجرف سيارات. وقال خبير الأرصاد في مكتب الهيئة الوطنية للأرصاد في سانت لويس إنه لم ترد تقارير عن حدوث وفيات في المدينة. ولقي 3 أشخاص آخرين على الأقل حتفهم في ولايتي أوكلاهوما وأيوا جراء سلسلة أعاصير شملت 30 إعصارا على الأقل وأمطار غزيرة وسيول اجتاحت مساحة تمتد من تكساس إلى إلينوي. وصدرت أوامر الإخلاء للسكان في قطاعات في جيفرسون قبل ارتفاع متوقع لمنسوب نهر ميزوري. دخل جسر تحيا مصر الذي تم تشييده في القاهرة موسوعة جينيس للأرقام القياسية كأعرض جسر بالعالم، وهو يتضمن 6 مسارات مرورية في كل اتجاه، ويمتد الجسر على طول 540 مترا على ارتفاع 96 مترا عن سطح الماء. ويربط جسر تحيا مصر شرقي العاصمة المصرية بغربها وتحديدا جزيرة الوراق بمنطقة شبرا، وتم إنشاؤه تحت إشراف الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، ونفذته شركة المقاولون العرب، واستغرق بناؤه 4 سنوات. انتهت نشرة أخبار المساء قدمتها لحضراتكم من الفضائية الإريترية. شكرا لمتابعتكم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وكل عام وأنتم والوطن بألف خير.